اللي قدامكم دي امريكيه واسمها بام باكوخ، 35 سنه، وقصتها بقى يا جماعه غريبه جدا جدا. تبقى دخلت الحمام من سنه 2006 وقفلت عنها بسبب الباب، وراسها والف سيف ما طالعه من الحمام، واضطروا يكسروا باب الحمام، لقوها قاعده على قاعده الحمام وقالت مانيش قايمه الا على جثتي، انا خايفه، انا خايفه من العالم الخارجي، لا 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 انا خايفه، وامن مكان ليا هنا هو الحمام. باين عليها عيني كانت مريضه نفسيا لدرجه ان اللحم في خدها لزق في قعده الحمام، وحصل لها تقرحات وجروح. وكان لها صديق اسمه كوري هو اللي كان بيدخلها الاكل والشرب في الحمام، وفضل الوضع على كده لمده سنتين لحد سنه 2008 لحد ما صاحبها كوري زي وبلغ الشرطه اللي جت وخدته واتحكم عليه ب6 شهور سجن لانه ما بلغش الشرطه الا بعد سنتين. اما البنت فعملوا لها عمليه فصل عن قعده الحمام، بس للاسف بعد العمليه ما قدرتش تمشي لانها بقالها سنتين ما مشيتش على رجليها.